عمرك حسيت إنك مشتت حتى وإنت بتحاول تركز؟ أو سألت نفسك هو وقتي بيروح فين؟ النهاردة هنتكلم عن الضوضاء الرقمية اللي بتسرق انتباهنا كل لحظة، والأهم من كل ده إزاي نرجعه تاني. الإحساس ده أعتقد كلنا عارفينه كويس قوي. اليوم بيخلص وفجأة بنلاقي نفسنا بنسأل نفس السؤال ده، بس زناتي إيه؟ الحقيقة اللي بتوجع إن المشكلة مش في الوقت اللي بيضيع، لأ، المشكلة في تركيزنا اللي بيتسرق مننا حتة حتة. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول ونفهم أصل الحكاية. في زي ضوضاء رقمية كده خفية، صوت واطي مستمر في خلفية حياتنا كلنا، وبيسيطر علينا واحدة واحدة من غير ما ناخد بالنا خالص. يعني لو حاسس إن مخك شغال على آخره طول الوقت وقائمة المهام بتاعتك دي ما بتخلصش أبداً، فما تخافش، أنت مش لوحدك خالص. ده للأسف بقى هو ده الطبيعي الجديد، حالة إرهاق مستمرة عايشين فيها كل يوم. وهنا بقى الكارثة الحقيقية، الموضوع مش مجرد إرهاق وتعب وخلاص، لأ، ده تآكل بطيء ومستمر لأغلى حاجة عندنا، قدرتنا على التركيز. كل إشعار بيجيلك، كل رسالة بتفتحها، دي زي شظية صغيرة بتخطف حتة من انتباهك، ومع الوقت الشظية دي بتتجمع وبتكسر تركيزك تماماً. طب إزاي التآكل الصامت ده بيحصل أصلاً؟ الموضوع يا جماعة مش صدفة خالص، في سيستم علمي متصمم مخصوص عشان يخلينا نفضل نرجع للموبايل مرة ورا مرة، سيستم صعب جداً إننا نقاومه. السر كله في كيمياء المخ. كل إشعار بيوصلنا ده عبارة عن جرعة دوبامين صغيرة، يعني مكافأة سريعة كده للمخ، والمخ بطبعه بيحب المكافآت دي قوي، فبيفضل يطلبها أكتر وأكتر. والنتيجة إيه؟ بندخل في حلقة مفرغة، إدمان على التشتت نفسه. والموضوع مش كيمياء وبس، فوق كل ده في ضغط نفسي رهيب، إننا لازم نكون متاحين 24 ساعة في اليوم. عقلنا بيبقى في حالة طوارئ مستمرة، عمره ما بيفصل، وده بيخلي الدخول في حالة التركيز العميق اللي بنحتاجها عشان نشتغل بجد أو نبدع شبه مستحيل. بس هنا بقى بتبدأ نقطة التحول. الخبر الحلو إنه زي ما فقدنا السيطرة نقدر نرجعها تاني، والحل بيبدأ بقرار واحد بس، قرار ممكن يكون بسيط لكنه بيغير كل حاجة، إننا نفصل الاتصال عن عمد. وهنا الفكرة كلها بتتشقلب. الموضوع مش إننا نهرب من الدنيا أو نختفي، لأ، الموضوع إننا اللي نختار بوعي إمتى وفين نكون متصلين. دي خطوة عشان نسترجع قوتنا، مش عشان نهرب. تعالوا شوفوا الفرق ده بنفسكم. على الشمال يوم الفوضى الرقمية، العقل مشتت، بنتنطط من مهمة للتانية وبنرد بس على الإشعارات. وعلى اليمين يوم الهدوء والتركيز، العقل صافي، منغمسين في شغلنا بجد ومسيطرين تماماً على وقتنا. الفرق بين الصورتين دول هو كل حاجة. طيب، السؤال المهم، إزاي نوصل للحالة دي؟ إزاي نبني اليوم الهادي والمركز ده؟ الموضوع على فكرة أبسط بكتير مما نتخيل. خلينا نشوف كام استراتيجية عملية وفعالة هتبدأ تغير كل حاجة فوراً. البداية مش محتاجة تغيير جذري، ممكن نبدأ بخطوات بسيطة جداً عشان نسترجع مساحتنا. أولاً، فلترة الإشعارات، يعني نقفل أي تنبيهات مش ضرورية. ثانياً، نخلق مناطق خالية من التكنولوجيا، زي إن أوضة النوم مثلاً تكون مكان مقدس من غير أي شاشات. وثالثاً، تجميع المهام، يعني نخصص وقت معين في اليوم نشوف فيه الإيميلات بدل ما هي اللي تتحكم في يومنا. ولما بتبدأ فعلاً تسترجع انتباهك، اللي بيتغير مش بس إنتاجيتك في الشغل، لأ، دي حياتك كلها هي اللي بتبدأ تتغير. التأثير بيمتد لكل ركن في حياتك، وفجأة بتلاقي مساحة للشغف بتاعك إنه يرجع يتنفس من جديد. الإبداع اللي كان مدفون بيصحى تاني، علاقاتك بالناس بتتعمق لأنك بقيت حاضر معاهم بجد، وشغلك نفسه بيتحول من مجرد مهام بتخلصها لرسالة ليها معنى وقيمة. وفي النهاية هو ده الهدف الأسمى، إن علاقتنا بالتكنولوجيا نفسها تتغير، بدل ما تكون هي اللي سيئانة، إحنا اللي نمسك الدفة، نستخدمها كأداة تخدم حياتنا مش العكس. وضروري نفتكر حاجة مهمة جدا، الموضوع ده مش دايت بنعمله أسبوع ونبطله، لأ، ده أسلوب حياة جديد، رحلة مستمرة بنتعلم فيها نحط حدود ونراجع علاقتنا بالتكنولوجيا ونختار إمتى وإزاي نتصل بالعالم الرقمي بوعي. الرسالة الأخيرة واضحة وبسيطة، لما بترجع تركيزك، أنت بترجع وقتك، وفي النهاية أنت بترجع نفسك. وهسيبكم تفكروا في السؤال ده، لو كل يوم بقى عندكم ساعة واحدة بس زيادة، ساعة من التركيز الصافي من غير أي تشتيت خالص، يا ترى ممكن تعملوا بيها إيه؟ فكروا فيها، لأن الإجابة على السؤال ده ممكن تغير كل حاجة.